السلام عليكم. اقتراح اليوم حلوة الهلال مع شوقة الجماهير. غادي نحضرها معكم بطريقة اللي سهلة بزاف، مكونات بسيطة وكمية وفيرة، فخليكم معايا من بداية الفيديو حتى الأخير. فبالنسبة للمكونات كنحتاج هنا الكاس ديال سكر حبيبات، كاس ديال الزيت، كنحتاج الكاس ونص من القوقاو او الفول السوداني محمر او مطحون، كنحتاج الحبة ديال البيض و125 غرام من الزبدة، كنحتاج الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ساشي ديال الفاني وساشي من الخميره الخاصه بالحلويات. فبالنسبه لطريقه التحضير كناخذ حبه ديال البيض من الاحسن انها تكون بدرجه حراره الغرفه، كنضيف عليها 125 غرام ديال الزبده المارغرين، حتى هي من الاحسن انها تكون بدرجه حراره الغرفه هكا باش كتعاونكم من تبغيو تخدموا بها. كنضيف كاس ديال سكر حبيبات، بالنسبه للكاس كنعبر بالكاس ديال العنبه. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. بالنسبه للزبده الا كانت عندكم في الثلاجه وما خرجتوهاش على اتساع، فمن الاحسن انكم دوزوها هكا في الحكاكه باش ملي تبغيو تخدموا بها كتعاونكم وما كتعذبكمش في الخدمه. صافي هنايا كنستمر هكا بنفس الطريقه حتى كينسجموا دوك العناصر مع بعضياتهم، وكنضيف كاس ديال الزيت اللي حتى هو بدرجه حراره الغرفه. هنا عندي كاس ونص من القوقاو اللي هو الفول السوداني محمر او مطحون، ممكن ديروا حتى 2 كيسان. صراحه انا مولفه كندير 2 كيسان، ولكن هنا من بغيت نخدم به لقيت عندي كاس ونص كان ديجا محمر ومطحون، داكشي اللي درت. ممكن ديروا كاس من الزنجلان وكاس من القوقاو. صافي هنايا ضفت ساشي من الخميره الخاصه بالحلويات بفئه 7 غرام، وكنخلط هاد المكونات. درت واحد الساشي ديال الفاني، ممكن ديروه ممكن تستغناو عليه. رشه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق، وكنبدا في اضافه الدقيق ما كنديروش دفعه واحده وانما كنديرو عبر دفعات. كندير الدقيق وكنخلط، وفي نفس الوقت كنشوف العجين ديالي واش مازال كيحتاج الدقيق او لا. بركه اين فوا كتجمع لي العجينه صافي ما كنزيدش الدقيق مازال، حيت الا درتو كميه كبيره ديال الدقيق فالحلوه ما غاديش تجي ناجحه معكم وغادي تجي قاصحه ماشي زوينه. هانتوما كيف كتشوفوا العجينه مرخوفه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. فاش كتحصلوا على هذا القوام صافي هنا كنحبس من الدقيق، كنجمعها كنغطيها بالسلوفان وكنحتفظ بها جانبا واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد كندوز باش نشكلها. انا هنا شكلتها هلاليات. نتوما ممكن ديروها في الطابع، ممكن ديروها الشكل اللي كندير انا، كيف ما ممكن ديروها في الطابع ومن بعد كتوزوها في السكر كلاصي. بالنسبه للشكل كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما كتحكموا فيه. صافي هنا كنبدا نشكلو كيف قلت لكم هلاليات بالشكل اللي كتشوفوا معايا. كنستمر هكا بنفس العمليه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال هاد العجين كلها. هنا بعد ما ساليت كنديرها في الطاوه، كندخلها للفران اللي كيكون مسخن من قبل. بالنسبه لهاد الكميه ماشي هي الكميه اللي خرجت لي، كانت مازال بقات لي كميه اخرى كنت مازال ما شكلتهاش. كندخلها للفران حتى كطيب على نار اللي مهيله بطبيعه الحال. صافي بعد ما كنخرجها من الفران كندوز باش نديرها في السكر كلاصي، كنخليها كتبرد غير شويه من بعد كندوزها في السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي راه السكر كلاصي العادي ماشي سبيسيال. صافي كنستمر هكا حتى كنسالي هاد الكميه اللي عندي كلها. وغير اللي نركز عليه بالنسبه للفران كيف قلت لكم قبل، ما تجهدولوش فران لدرجه الحراره اللي كتكون مهيله هكا باش الحلوه ديالكم ما كتخطفش ما كتحرقش وكطيب على خاطرها تقريبا واحد 20 دقيقه على حسب الفران ديالكم نتوما. صافي هنايا كنستمر بنفس العمليه حتى كنسالي هاد الكميه ديال الحلوه اللي عندي كلها. كتجي على هاد الشكل هذا، وصافي هنا كتكون الحلوه ديالي واجده.
نتمنى تجربوها بالصحة والراحة. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش باللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة او لا تشتركوا في الصفحة على الفيسبوك. ما تنسونيش باللايك. إلا عجبكم الفيديو طبعا كنستنى تعليقاتكم. شكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم.